تعالوا مع بعض نعمل أنجح قطايف ممكن تاكلوها في حياتكم أو تعملوها في البيت من غير بقى عجن كتير، من غير أي افتكاسات ولا اختراعات. كوبايتين بس من الدقيق هتعملوا ما شاء الله كمية كبيرة جدا من القطايف. الكيلو ب40 جنيه برا. الكيلو القطايف بتباع ب40 جنيه، هتعمليها بكوبايتين دقيق بس. يعني مفيش أي تكلفة نهائي وسهلة جدا وبسيطة قوي قوي. بس امشي معايا على نفس التكات. كمان هحشيها لكم حشوة جديدة من نوعها، تحفة جدا جدا جدا. الجبنة الموتزاريلا بس، هتحشيها جبنة موتزاريلا وهتحط عليها شربات ازاي؟ لا هتبقى خطيرة، اسمعوا بس مني. شوية حشو في منتهى اللذاذة والجمال. جات لي الفكرة ديت والله العظيم ونفذتها، عجبت أولادي وجوزي وعجبتني بجد في منتهى الطعام. اللي بيحب الكنافة النابلسية هيحب قوي 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 الحشوة ديت. غير كمان ان انت ممكن تحشيها حشوات تانية هقولك عليها واحنا شغالين مع بعض في الفيديو. مش شرط خالص جبنة موتزاريلا، يعني ديت حلو وحادق في نفس الوقت. طبعا الجبنه الموتزاريلا ما بتبقاش حادقه نهائي يعني. مع يعني فيها حاجه بسيطه من بعيد قوي، مع كمان الشربات او السيرب. عايزه اقولك في منتهى الجمال، وبتتاكل كمان وبتتقدم سخنه. يعني انت لو صايمه بتعمليها بعد الفطار مثلا بساعه ولا حاجه. تحاولي تحمريها، يعني ممكن تعمليها كده من بدري وتحمريها وتسقيها الشربات الكلام ده بعد الفطار بساعة كده، وتاكلي منها سخنة وتقدميها سخنة. الجبنة كده بتمط فيها وحاجة كده في منتهى الجمال. ما شاء الله كمية فوق الممتاز. انا عايزه اقول لك كوبايتين الدقيق دول عملوا لي كيلو وتمنة من القطايف. شوف انت هتشتريهم بره بكام. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على محتوى الفيديو. تعالوا الاول نعمل الشربات بتاعنا المظبوط جدا اللي عمره ان شاء الله ما يسكر منك ابدا. حطيت كوبايه ونص من السكر، وهحط عليهم كوبايه واحده بس من الميه، وعصره نص ليمونه كده، وكمان باكو كده او كيس من الفانيليا او معلقه صغيره كده من الفانيليا البودر. وكمان هحط معلقه كده صغيره من عسل الجلوكوز. مش متوفر عسل الجلوكوز دوت، ممكن تحطي عسل النحل بس دوت مظبوط جدا بيخليها ما تسكرش. بحطها على نار عاليه اول ما بتغلي، بسيبها حوالي 7 دقايق من بعد الغليان على نار متوسطه. 7 دقايق بس، وبعدين بطفي عليها وبسيبها تبرد على جنب. نحضر بقى عجينة القطايف. حطيت كوبايتين من الدقيق وعليهم نص كوباية من سميد البسبوسة، او اللي هو السميد اللي هو الناعم بدون اضافات. وحطيت 3 معالق من النشا. وحطيت رشة كده او ربع معلقة كده من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الخميرة الفورية طبعا. وعليهم 3 كوبايات من الدقيق، من الاسفة 3 كوبايات من المية. يعني انا حطيت في الاول ال3 كوبايات من المية قبل ما احط الدقيق. حطيت في الخلاط 3 كوبايات المية، بحيث ان انا لما اجي احط بقية المكونات يتخلطوا معايا كويس جدا. تمام. هجيب بقى كده شفشق الخلاط بعد ما اضرب الخليط كويس جدا. قصدي الشفشق بتاع البيت، اي شفشق كده عندك له كده بوز ولا حاجة علشان تعرفي تصب منه العجينة. هبدأ ان انا اصفيها كويس جدا. لازم اصفيها الاول على نار عالية. مش يعني اللي هي، لو انت النار بتاعتك عالية قوي قوي بزيادة يعني خليها متوسطة. هبدأ بقى ان انا احط كده طاسة ما بتلزقش، وهبدأ ان انا احط فيها كده القطايف. ولو انتوا حضراتكم ملاحظين هتلاقوا كده بتعمل معايا خرام كده من النص، او نقط او ثقوب كده من النص، اعرفي ان هي ناجحة مليون المية. طبعا انا سبتها على جنب الاول بعد ما ضربتها، نسيت اقول لكم في الخلاط سبتها على جنب حوالي نص ساعة. لازم تسيبيها نص ساعة. وبعد نص ساعة بتقلبي العجينة كويس جدا كده بمعلقة. وتبدأي تحطي الصينية او الطاسة تسخن معاكي على البوتاجاز. وبعدين تقومي صبة عليها القطايف كده. تمام. هي ما بتاخدش معاكي اي وقت. ولو بتطبخي بقى جنبها او بتعملي حاجة جنبها هتبقي واقفة بتتسلي، مش هتبقي واقفة لها مخصوص. فدي هتوفر عليك وقت ومجهود جدا جدا. نسيت اقول لكم، انا اسفه ان انا حطيت معلقتين من السكر كمان وهما بينضربوا في الخلاط، بس هي تقريبا ما جاتش في الكاميرا. عامه هسيب لكم كل المكونات والمقادير بالظبط في صندوق الوصف. اللي ما يعرفش صندوق الوصف هيتك على عنوان الفيديو هيدخله لصندوق الوصف، هسيب لكم فيه ان شاء الله المقادير بتاعه القطايف. شوفوا ما شاء الله، انا عايزه اقول لكم جميله خطيره، طريه جدا جدا. وعايزه اقول لكم على ملحوظه كمان، وانتوا بتطلعوها من الطاسه هتحسوا ان هي ناشفه، مش طريه قوي كده. بس اول ما بتطلعوها بتحطوها على فوطه كده قطن، او على قماشه قطن او اي حاجه، وتفرديها كده، ما تغطاش ولا حاجه، بتفرديها وخلاص عليها. مجرد ما تبرد بتلاقيها ما شاء الله بقت طريه جدا 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 معاكي وفي منتهى الجمال. الحشوات اللي ممكن تحشي بيها، ممكن تحشي بيها لحمه مفرومه على زيتون على جبنه موتزاريلا، او لحمه مفرومه على زيتون، او
ديت الحشوات الحادقة او جبنة اللي هي مثلا جبنة قريش مع فلفل مع شوية شطة كده، بتبقى في منتهى الجمال. ممكن دي في الحشوات الحادقة. في الحشوات الحلوة بقى ممكن تحط بقى جوز الهند مع زبيب مع شوية سوداني مكسرات يعني، وتحط عليهم كده معلقة كده ولا معلقتين من السيرب او الشربات اللي انت عملتيه، وتقلبهم في بعض او عسل النحل، وتبدأي ان انت تقلبهم في بعض كويس وتحشي بيهم القطايف براحتك. دوت متاح معاكي وديت متاح معاكي تمام. ممكن كمان تحشيها جبنة مثلثات على فكرة، وتسقيها برضو بالسيرب، هتبقى خطيرة جدا جدا جدا. انا بس عايزاكم تجربوا الحشوة الجديدة من نوعها ديت. انا ما رضيتش اعملها بالمكسرات من كتر ما هي عجبت اولادي قوي قوي بالجبنه الموتزاريلا، فحبيت ان انا احشيها واشارككم معايا الفيديو دوت. عايزه اقول لكم في منتهى الجمال. جبت بقى طاسه كده فيها زيت على النار، ويا ريت يكون زيت مش يعني يكونش اتقلى فيه قبل كده اي حاجه، يكون نظيف. طب الزيت اللي هيطلع منها اللي بعد كده هستعمله، ايوه هتستعمليه تاني عادي في انت تقلي بطاطس، تحمري بدنجان، اي حاجه ما فيش اي مشكله، مش هيدي اي ريحه، ما تخافيش. لانك انت حاطه رشه فانيليا بسيطه في العجينه، ما تنسيش رشه الفانيليا لان بتدي القطايف ريحه جميله جدا جدا، بس مش هتاثر في الزيت قد كده. تمام. هبدا احطها كده في الزيت، وهبدا يعني انا حطيتها مش هسيبها تحمر من تحت، يعني طول ما انا واقفه كده يا دوب تشمع من تحت هقلب فيها، تشمع من فوق هقلبها تاني. دوت بقى سر القرمشه بتاعه القطايف اللي بتخليها معاكي مقرمشه من بره وطريه كده من جوه، وحاجه في منتهى الجمال. تمام. يعني انت مش هتسيبيها تحمر وبعدين تقلبيها، هتقلبيها كذا مره، تشمع من كل ناحيه، تقلبيها الناحيه التانية لغايه ما تديكي اللون اللي انت عايزاه، وتتكي كده عليها من فوق وتضرب عليها بالشوكه كده تحسيها ناشفه معاكي كده ومقرمشه. هتبدأي بقى اللي قرمشت معاكي هتبدأي بقى تطلعيها على طول على السيرب بتاعها او على الشربات بتاعها. تحطيها في قلب الشربات كده وتطلعيها كده على طبق التقديم بألف هنا. دي الشربات معايا ما شاء الله، كان عايزه اقول لكم كده قوامه في منتهى الجمال، وعمره ما يسكر منك ابدا. وعسل الجلوكوز دوت بيجي من عند اي عطار او مستلزمات حلواني، مش غالي وبيقعد معاكي. انا عايزه اقولك ممكن يقعد معاكي بالسنه، يعني حلو جدا جدا، وبيخلي الشربات قوامه حلو قوي، وكمان بيخلي العسل بتاع الشربات كده ما يجزعكيش، يعني حلو كده ومظبوط كده وفي منتهى الجمال. طلعتهم بقى، حطيتهم بقى في الشربات وطلعتهم، وحطيت دور تاني كده من القطايف. عايزه اوريكم ان هي كل شويه بتتقلب، ما تنسوش كده. انا عملت شويه صغيرين على قدنا وكانت سخنه كده وقدمتها سخنه. رش عليها بقى اي مكسرات انت عايزاها، فستق، لوز مطحون، اي حاجه، شويه جوز الهند بقى، اي حاجه. مش عايزه ترش عليها حاجه ما ترشيش. بصي كانت جميله جدا، بس هي كانت هنا معايا وانا بقدمها كانت بردت للاسف، لان كان جاله حد نادى عليا من تحت ونزلت اشوف، بصراحه طلعت لقيتها بردت خالص خالص كده. بس مع ذلك برضو لسه فيها بعض واحده بتمط كده وفي منتهى الجمال، ان هي كانت دفيت يعني مش بارده خالص خالص. بصوا حلوه قوي، هتعجب الاولاد جدا، وطعمها حلو ومميزه قوي قوي، وطبعا الاضاءه مغمقاها. بس عايزه اقولك بجد طعمها حلو قوي 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 قوي، جربيها وعلى ضمانتي. اللي بحب النابلسية يحبها جدا. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.